حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايه لكم كده بفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض المطبخ، هننضفه كده تنظيفه عميقه من اوله بقى لحد اخره. يعني بصوا، هنمسك بقى الشفاط والسيراميك بتاع المطبخ كله، الخشب كمان، وكمان هعلق الزينه معاكم بقى، وهنعمل شويه ديكورات كده هتعجبكم قوي. بس قبل ما ابدا كده في الفيديو معاكم وهقول لكم يعني أنا كنت بعمل ايه، عايزه ارحب كده بالناس الجديده اللي اشتركت عندي. شكرا لكم يا حبايب قلبي. يعني نورتوني وشرفتوني كده في قناتي. يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم، وشكرا لكم على كومنتاتكم الجميلة والكلام الحلو قوي اللي انتوا بتبعتوهولي. وعايزة اقول بقى للناس الجديدة اللي بتتفرج عليا، لو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي عندي وتعملي لايك للفيديو ده كمان، وكمان تكتبي لي كومنت تقولي لي انت بتتابعيني منين واسمك ايه، عشان بس ابقى عارفاكوا كده واحدة واحدة. تمام. بصوا بقى، هنا كده اول حاجة بدأت بيها فكيت الشفاط. يعني هو ده اكتر حاجة بتبقى عايزة تترش كده ويتساب عليها اللي هو مذيب الدهون ده شوية. تمام. هنا انا بس كنت حاطة المنديل على وشي، لان يعني ما كنتش مستحملة الريحة بتاعته، لان انا برضو انتوا لو سامعين لسه عندي برد، فكمان ما كنتش مستحملة الريحة اكتر يعني. لكن هو اللي هو النوع ده هو نوع حلو، ريحته مش صعبة قوي كده. خلاص. المهم فكيت الشفاط هو اول حاجة قدامكم، وقلت هسيبه كده مع نفسه لحد ما اكمل بقى الباقي. بعد كده بقى بدأت ارش بقى على الخشب كله حتة حتة كده، وكمان المقابض بتاعت الظرف، وكمان على السيراميك نفسه. خلاص كده يعني، حاجة حاجة كده ماشية بالتوازي في المطبخ. والحاجة اللي انا رشيت عليها الاول هي دي اللي هبدأ بيها في الاخر بقى، لما اخلص الرش ده كله تكون ساحت كده الدهون من عليها، والموضوع يبقى سهل ان شاء الله وبسيط. هنا كنت برش برضو على البوتاجاز، و... وفكيت برضو العيون بتاعته، حطيتها في نفس الطبق مع الشفاط، ورشيت عليه برضو اللي هو مذيب بتاع الدهون ده. هو كمان عايزه اقول لكم ان هو اسمه فريده. تمام. وحلو قوي يا بنات. يعني مفعوله حلو. يعني انا مكنتش محتاجه اصلا ان انا ادعك بقى واعمل مجهود وكده، فاهمين؟ هنا بقى بدات اهو كده بالشفاط اول حاجه. كنت نفسي افك الحته اللي هي اللي من بره اللي متركبه دي، بس ما يعني حاولت كده اشد فيها ما عرفتش. فهو كده كده ما كانش مليان دهون، او هي بس الشبكه والمروحه بتاعته بس. فنضفته بقى كده وهو مكانه. هنا بقى جبت سلكه كده اللي هو السلك البلدي ده. يعني هو ده اكتر حاجه بتبقى بتنفع في المطابخ والسيراميك وكده، فاهمين؟ اكتر حاجه كده ايه بتبقى ماشيه سريع كده على السيراميك. المهم بقى هنا الحتت اللي فوق دي، طبعا انا ما كنتش طايلاها يعني، لان تحتيهم في الرخامه بتاعه المطبخ، فما كنتش طايله. فجبت بقى اللي هو الموب اللي انا بمسح بيه ده، هو بيبقى معاه يعني كذا غيار تاني. فده لو يعني اتبهدل مني في واحد تاني ان انا ممكن اقدر امسح بيه الشقه وكده. بس هو ده اكتر حاجه يعني نفعتني وخلتني اعرف اطول كده. بصوا، شايفين بيدخل في حتت ضيقه قوي، يعني مكنتش هعرف اوصلها حتى بايدي. انا كمان المطبخ عندي ضيق، فكل حاجه قريبه من بعض، فاهمين؟ بس فالموضوع كان سهل يعني قوي بالموب ده. لو مش عندك بقى ممكن تعملي مساحة تلفي عليها فوطة او كده. بس هنا برضو بصوا انا ماشية بالترتيب، يعني الشفاط، بعد كده دخلت على الظرف بقى اللي جنبه آه بالمقابض بتاعتها. بصوا شايفين، هي الدهون مش باينة قوي، بس هو كان فيه نقط كده، لان البوتاجاز بالظبط تحت الضرفة اللي هي اللي انا بعمل فيها دي. فاي حاجة بقى بحمرها بعملها بلاقي الدهون طالعة على الظرف طبعا. بس عايزه اقول لكم بقى هنا ان انا اصلا قبل ما ابدا ان انا اعمل المطبخ من بره، هقول لكم على طريقه حلوه عشان تسهلوا برضه على نفسكم. المره دي الحمد لله المطبخ نفسه من جوه ما كانش متبهدل قوي، لان انا دايما يعني بعمله على طول ما بستناش عليه. وكمان حاطه كل الحاجات اللي هي الخزين نفسه بقى، المكرونات والحاجات دي كله في علب بقى وبطرمانات. يعني حتى لو انتي مش عندك العلب نفسها، انا حاطه في علب تلاجة عاديه يعني، اي حاجه بقى في برطمان. بس هنا كمان برضو كنت بعمل المهم عشان بس ما انساش. كنت بطلع ضرفة ضرفة يا بنات الحاجة من الضرفة يعني. اول واحدة كان فيها الخلاط والكبة والحاجات دي كلها عملت،
عملت ببخاخة، وكان فيها اللي هو كان فيها بريكس، وكان فيها ايه كمان، داوني، شوية داوني، وبقيتها بقى مية. بصوا البريكس ده تحفة. كنت برش كده رشتين على الخشب من جوه، واعمل اسمها ايه، بالليفة، وارش نفس الكلام على المفرش نفسه، يعني حتى المفارش ولا كان فيها دهون بقى، ولا واقع عليها اكل ولا اي حاجة. مسحتها برضو كده على طول، وابتديت بقى ان انا ارجع ارص الحاجة تاني، فاهمين؟ فالموضوع كان سهل. حلو ان انت تمسكي ضرفة ضرفة كده، وما تطلعيش بقى الحاجة كلها مرة واحدة. هتلاقي المطبخ ده يعني حواليكي كده ايه، هتلاقي فيه فرح، فمش هتعرفي تلمي ولا تخلصي. المهم يا بنات، هنا بقى انا بعد ما خلصت الظرف بقى من جوه قفلت، بس هو الجزء ده انا ما صورتوش معاكم. قفلت بقى الظرف وابتديت بقى اشتغل من بره، فاهمين؟ هي دي كده احسن طريقة. هنا بقى ابتديت شغل يعني من فوق لتحت. الاول الخشب، انا كل ده يعني بدعك بس كده الدهون، انا لسه ولا شطفت ولا عملت حاجة. يعني انا بدعك وسايبه برضو المية بالصابون دي بمذيب الدهون اللي انا رشاه، سايباها كده تاكل في الحيطة شوية، ويعني عشان لو في حاجة تطلع. فمسكت الخشب كده كله ضرفة ضرفة، كله داير ما يدور كده. بعد كده نزلت على السيراميك بقى اللي في النص ده اللي تحتيهم، نفس الكلام برضو. الحمد لله كان نضيف وزي الفل، يعني مكانش محتاج مجهود. خلاص خلصت بقى الدعك بقى بالمية والصابون وكده. هنا بقى ابتديت ايه، سبت المية مفتوحة، وفي الحوض طبق والفوطة بقى اشطف واطلع امسح على طول. المرة دي ما يعني ما رضيتش ارمي مية بقى، وزي كل مرة كده ما بعمل، اشطف كده على طول. يعني بصوا الفوطة دي طلع عينها، شطفتها 100 مرة، كل شوية انزل اشطفها واطلع المع بيها تاني وهي نضيفة كده. شايفين؟ مسكت بقى كله. بصوا هنا الضرفة دي لو هتلاحظوا اللي فيها البلاستيكات اهي، لسه معمولة حالا ومرصوصة ومتظبطة ومية مية. انتوا لو هتلاحظوا هنا تحسوا ان الفيديو بيتعاد عشان انا ماشية بالترتيب بالظبط. هنا بقى كنت بعمل كده بالراحة، خدوا بالكم من الحتت دي عشان هنا بس في زرار بتاع الموتور، واللي جنبه بتاع الغسالة، فهي دي اكتر حاجة، اكتر زراير بتكون خطر يعني في الكهرباء. بس وهنا بقى كنت قافلة الظهر اهو بتاع البوتاجاز، سايباه بقى يسيح كده مع نفسه. وبصوا شايفين الماسورة بتاعت الغاز يعني اتقشرت من الدعك. شايفين؟ ما تنسيش برضو المكان ده اللي هو من تحت ضرفة المطبخ نفسها، شايفينه؟ مش من بره بس، لا اعملي من بره ومن تحت. شايفين السيراميك بقى بيلمع ازاي؟ بصوا الحتة دي اهو، شايفين؟ بمسح بس على طول. عايزه اقول لكم بقى ان انا يعني مش مصدقه بجد ان انا عملت المطبخ كله من جوه ومن بره، وكمان ركبت الزينه والستيكر كله في يوم واحد. فحاجه حلوه قوي يعني، انا مبسوطه. بصوا بقى النظافه، شايفين؟ المطبخ بقى يلمع. وعايزه اقول لكم ده اللي في الازاز ده من بره تمام، مش من جوه من عندي. هو الشباك نفسه مقفول، فيعني ما بعرفش ان انا انضفه خالص. هو معمول على كده، مقفول، ومن بره فيه سلك، وورا السلك كمان في حديد، لان ده طبعا منور. انا يعني كنت خايفه لما ركبنا الحاجات دي، كنت خايفه ان ممكن حد ينط من الشباك ده او كده، بس فهو مقفول ما بيتفتحش. بصوا بقى اللمعان والنظافه بجد. اسمه ايه، اللي هو الفريده ده بتاع الدهون ده خطير بجد. كده كنت خلصت بقى السيراميك كله والظرف الخشب. بصوا كمان رشيت على الحوامل هنا قدامكم، وسبتها كده على الرخامه عشان تشوفوا، عشان يبان لكم الدهون نازله قد ايه. يعني ممكن حد يقول لي ليه ما حطيتيش في طبق او حاجه، بس انا كده كده المشمع اللي على الغساله ده هشيله خلاص كده، هو يعني انتهى. فيعني قلت برضو المذيب ده ينزل على الرخامه ينضفها برضو. كده كنت خلاص خلصت. نزلت بقى على الجزء اللي تحت، خلاص مفيش شغل فوق تاني. مسكت بقى البوتاجاز، بصوا حميته حماية العيد بجد، من الظهر بقى والعيون فكتها تتنقع، وكمان الحوامل زي ما انتوا شفتوا.
وهنا بصوا البوتاجاز يعني نضيف مش متبهدل قوي دهون. بس هي اكتر عين الكبيرة دي انتوا عارفين يعني اكيد عندنا كلنا اكتر واحدة بتتبهدل، هي دي اللي عليها دهون قوي. بس مسكته بقى حتة حتة كده بالسلك، لما خليته رجعته كأنه جديد مفهوش ولا فتفوتة دهون من كله بقى، من الجنب من هنا ومن هنا. وعايزة اقول لكم ان انا شديت اللي هي الوحدة الخشب اللي تحت وكانت تقيلة قوي، عشان طبعا فوقها الرخامة شدتها لوحدي بالحلل بالحاجات كلها اللي جواها. بس كده كان احسن يعني، عرفت بقى ان انا احرك البوتاجاز واعمل بقى من الجنبين وكده خليته مراية. بصوا كمان الحتت دي اللي هي بتبقى في الزوايا دي ما بنعرفش نوصل لها، الفرشة دي جميلة، اللي هما بيبقوا 3 مع بعض دول، واحدة سودا وواحدة حمرا وواحدة تقريبا صفرا، وبيكونوا واحدة فيها شعر كده بلاستيك، ودي اللي هي ستانلس، والتانية بتبقى زي نحاس كده. كل حاجة بتبقى متخصصة لحاجة. بس هي دي بتاعة البوتاجاز جميلة. بصوا بتدخل كده في أضيق الأماكن وحوالين الزراير بقى، بجد خلت البوتاجاز حلو قوي، والزراير كمان بالذات. بصوا بقى عايزة اقول لكم نصيحة، عشان انا يعني عملت عاملة منيلة، مع اني بعملها يعني الحركة دي بعملها على طول بتبقى يعني بتبقى امان، بس المرة دي بجد كانت عاملة منيلة. انا هقول لكم بس عشان تاخدوا بالكم. بصوا بقى، ما يعني بصوا هنتفى بجد، مش عارفة ايه اللي انا بعمله ده. بعد ما خلصت هنا انتوا هتشوفوا البوتاجاز بقى مراية، الجناب بقت بتلمع والزراير ومن فوق والمراية والظهر وكله، وكمان عملت جوه الفرن. اسكت انا بقى؟ لا مش ساكتة. عملت ايه بقى؟ بعد ما غسلت بقى الازاز اللي هو اللي بره ده بتاع الفرن، غسلته من جوه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي ومن بره، ومسحته وشطفته خلاص. فحسيت ان هو مش عاجبني، انا عايزاه يبقى انضف من كده. رحت فكه المسامير بتاعته زي ما ساعات بغسلها خلاص. فكيتها، المهم فيه صامولة وقعت بين الازازين، فاضطريت ان انا افك اللي هو اللي بره بقى خالص، فراح واقع على الارض. بصوا يعني حمدت ربنا الحمد لله ان هو ما اتكسرش، مش وقته خالص ايام رمضان دي ان هو يعني البوتاجاز يحصل فيه اي حاجه. المهم الحمد لله ربنا ستر يعني ربطته تاني، غسلته بقى وبعد كده ربطته بقى كويس وركبت المسامير بتاعكم. فحبيت اقول لكم عشان بس تاخدوا بالكم. خلاص يا بنات، بصوا بقى هنا بقى بعد ما غيرته وارتحت شويه وكلت وكده، دخلت بقى قلت والله لا اخلص المطبخ كله في يوم واحد، عشان انا عايزه افرش بقى بقيه الشقه. بصوا بقى، آه جبت الحاجه اللي انا كنت جايباها في فيديو المشتريات اللي فات، وطلعتها كده كلها قدامي فوق البوتاجاز، وخليت الرخام فاضي تمام عشان هلزق ستيكر دلوقتي. اول حاجه ابتديت بيها طقم التوابل لان هو جديد، فطبعا اكيد هيكون في تراب، شطفته شطفه حلوه كده، ورحت حطاهم كده قلبتهم على وشهم على الفوطه دي تصفوا، عبال بس ما انا اخلص اللي هو تركيب الاستيكر ده، عشان بس هو بياخد وقت يعني. فالحمد لله كانوا اتصفوا يعني، وكل حاجه كانت ماشيه بالترتيب. هنا بصوا الضرفه دي برضو فتحتها وحطيت فيها اي حاجه جديده، العلب الصغيره دي، والصفايه دي برضو كنت موريها لكم. خدت الحاجه بقى من اللي هي البلاستيك القديمه دي، وابتديت بقى اشوف انا عايزه ايه احطه. المعالق الخشب بقى واللي هي السباتيولات دي والمضرب. بس جيت احط السكاكين ما كفتش بقى، فحطيتها في الدرج. وكمان الصينيه دي والمقشره برضو فكيتها من الكيس وحطيتها في الدرج. وجبت كمان المشمع بتاع الغساله حطيته قدامي عشان منساش، ابقى كده قفلت المطبخ من كله. بس هنا بقى ده الستيكر ده انا جبته بعد ما صورت لكم المشتريات لاني مكنتش لاقيه. جبته من محل هنا جنب البيت عندي. ده يا بنات كان 5 متر، هو قال لي ان هو حراري، كان سعره 120 جنيه خلاص، عشان اللي حابب يعني يغير او يجدد او كده. بس خدت المقاس كده اول حاجة، وزيادة حتة بسيطة للجنبين عشان يبقى ماسك كده ولازق كويس. ماشي. هنا بقى اهو بشد كده حتة حتة وبالراحة بقى خالص، هو يعني ما بيتقطعش. انا فكيته وعدلته كذا مرة عشان بس اخرج منه الهواء،
وهنا الفوطه اللي في ايدي دي فيها ميه منديه كده مبلوله يعني. بس وتأكدوا بقى ان الرخامة تكون ناشفة خالص، يعني انا كل ده كنت دعكاه يعني وانا بعمل في المطبخ، كنت مستنية يعني عليه لما ينشف، وطبعا لما غيرت واستحميت وكده كان كله بقى ناشف. بس لزقت بقى كده اهو. عايزه اقول لكم شكله تحفة وغير بجد المكان خالص ونور الدنيا كده، عاجبني قوي. بس ربنا يستر يا رب وما لاقيش نمل زي كل سنة، عشان انا مش عارفة ليه بيحصل لي كده كل سنة. في رمضان اول ما افرش الاقي النمل جه تحت البتاع ده، مش عارفه من ايه. ربنا يستر، عشان بجد لو اتكررت هتبقى دي المره التالتة يعني. بس خلاص بقى هنا كده بصوا شايفين بدأت ارص بقى في الحاجه. المطبخ بدأت تبان عليه النظافه. واستنوا لو انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تقفلوش، كملوا الفيديو. بصوا ركزوا بقى في الحته دي، عشان مش عارفه بجد كان حاصل لي ايه. بصوا بفضي البن والسكر وكده. البطرمان من كتر ما هو شفاف ونضيف ونقي انا مش شايفه. بصوا حطيت في الحته المقفوله، فاهمين؟ مش عارفه انا كنت بفكر في ايه ولا سرحانه في ايه. فضلت واقفه اضحك. بصوا ايدي بتتهز بجد. يعني بدل ما احط فوق حطيت من تحت في القعر بتاع البطرمان. طبعا السكر وقع على الرخامه، شايفين حوادث. لسه ما تهنتش بالستيكر اهو، ابتديت اهو امسحه. يلا ديني بجرب. بس انا لازم يحصل لي حاجات غريبه كده وانا بعمل، وبالذات وانا بصور، مش عارفه ليه. بس وهنا حطيت الشاي. طبعا دول اخر حاجات عندي، انا لسه ما جبتش حاجه رمضان، ومش هجيب حاجه الا لما اخلص الشقه بجد. فدول اللي كانوا في العلب القديمه. حتى السكر خلاص دول اخر شويه عندي، ما فيش. بس مش مشكله يعني، قلت ايه احط حاجه كده قدام عشان لما اجيب بقى الجديد ابقى ايه متشجعه كده، واحط بقى اول حاجه مرصوصه قدامي. جبت بقى الستيكر ده، لقيت مكتوب عليه فيه يعني سكر وقهوة وشاي، فحطيت. بصوا بقى الستاند الحديد ده كان عندي من زمان، من ساعة ما اتجوزت. وانا بنضف لقيته مرمي فوق المطبخ، وطبعا البطرمانات بتاعته كانت اتكسرت، فلقيت شكله حلو غسلته وحطيته. بصوا نفع قوي. انا كنت جايبه البطرمانات الازاز دي لوحدها كده من غير اللي هو الحامل بتاعها. المهم يا بنات هنا بقى كده، عشان بس ما ضيعش وقت، طلعت ال 12 نوع اللي في الورقة الستيكر دي، اللي هي التوابل اللي انا عندي واللي اكتر حاجة بستعملها. بس ونشفت بقى العلب دي. ما نشفتش طبعا 100%، فقعدت بقى امسح فيها كده واحد واحد بمناديل، عشان بس التوابل ما يبقاش فيها سوس او حاجة. خدوا بالكم بس من الموضوع ده. فضلت بقى هنا افك في اللي هي الستيكر دي. بصوا عايزه اقول لكم حاجه بسيطه قوي، بس بجد خدت وقت يعني، وقفت بتاع ساعه ونص مثلا في الحته اللي انتوا هتشوفوها في دقيقتين دي. حطوا لي لايك بقى عشان انا تعبت في الفيديو ده، واكتبوا لي كومنت كمان ما تنسوش. بصوا بقى اسهل حاجه اقول لكم على حركه حلوه قوي عملتها يعني. بصوا الناس فضلت تضحك عليا في السوق وانا عند العطار. بصوا كل كيس بفتحه هتلاقوا فيه ورقه صغيره كده. بصوا هتبان لكم دلوقتي، لما تشوفوها هقول لكم انا عملت ايه. شايفين يا بنات عملت ايه بقى قبل ما اروح السوق؟ كتبت كل الانواع اللي انا عايزاها، وكركم مثلا، كاري، كمون كده، وبين كل كلمة وكلمة سبت سطر خلاص. ورحت عند الراجل قلت له عايزة كذا وما تربطش الكيس، فقال لي ماشي. بقى هو يديني وانا اقطع حتة واحط في الكيس واربط، فاهمين؟ كل ما يديني حاجة فلفل اسود مثلا، مع انه هو معروف يعني، اقطع واحط. الكاري والكركم نفس الكلام، بقيت اقطع الورقة واحط في الكيس واربط. عايزه اقول لكم دي احسن حاجه بجد للي هم يعني لسه متجوزين مثلا، او بيتلخبطوا في التوابل. يعني انا هو بقى لي سنين متجوزه، بس برضو ساعات بتلخبط في التوابل. فدي احسن حركه عملتها يعني. الناس كانوا واقفين عند راجل بيضحكوا عليا، بس مش مشكله يعني، المهم ان هي نفعتني. لما جيت بقى بقيت افتح كل كيس
الورقة جواه مكتوب بقى كركم، كاري، بهارات، حاجات دي. بس هنا بقى اخر حاجة خلاص كنت بركب بقى المشمع وكده، المطبخ بقى قمر، علقت الزينة بقى مع نفسي. بصوا يا بنات، قولوا لي بقى كده ايه رأيكم؟ اختصرت كتير قوي في الفيديو عشان ما اطولش عليكم وتزهقوا، بس كل هدفي والله ان انتوا تتشجعوا كده تشوفوا حاجة قدامكم قبل وبعد. هنا بقى بس ما كانش فاضل غير ان انا املى الازايز، وكمان كان في كوبايتين كده في الحوض. آه بس علقت بقى الزينة كده، وادي الاستيكر اهو لما اتعمل بقى شكله جميل، والبوتاجاز اهو منور من النظافة، شايفين كل حاجة باينة. وكمان حطيت حاجات بسيطة قوي كده على الرخامة عشان المطبخ عندي يعني صغير وكده، فبس ايه ادي نفسي براح كده ان انا الاقي مكان اسند عليه لو هنضف خضار او حاجة وكده. بس ما حبيتش بقى ان انا ازود يعني، وهو كده تمام قوي. بس يا بنات ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم كده وانبسطتوا منه واتشجعتوا. لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك عندي. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، هفضل اقولها لكم كده لحد ما افرش ولحد ما رمضان يجي. بس كده اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، ويلا يا حبايب قلبي مع الف سلامه.